عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال ده كل طالب سأله، سواء في ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي أو حتى في كلية، أو كل طالب بيدرس المادة اللغة الإنجليزية. إحنا ليه بندرس إنجليزي وإحنا عندنا برامج للترجمة؟ حكاية لغة هتفتح لك العالم كله. يا جدعان، يا أهلا وسهلا بيكم، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. سؤال كده بقينا بنسمعه كتير قوي في الزمن التكنولوجيا ده: هو أنا ليه أدرس إنجليزي وأتعب نفسي؟ ما أنا ممكن أفتح جوجل ترانزليشن أو أي برنامج ترجمة وأفهم اللي أنا عايزه. خلاص، عصر اللغات ده خلص. سؤال منطقي جدا وإجابة منطقية جدا، خصوصا مع تطور برامج الترجمة والذكاء الاصطناعي. بس صدقني، الإجابة على السؤال ده مش بسيطة ولا مباشرة زي ما أنت فاكر. ده عالم تاني خالص، عالم هيغير نظرتك للحياة كلها. برامج الترجمة، هل هي السند ولا مجرد لغة الخشب؟ أيوة، لغة خشب، ما تستغربش. بص يا سيدي، برامج الترجمة دي نعمة كبيرة طبعا، محدش ينكر. لو عايز تفهم كلمة بسرعة أو تترجمها بسرعة جدا، أو حتى تترجم جملة سريعة في موقف معين، أو حتى تقرأ خبر بالإنجليش، برامج الترجمة دلوقتي بتنجز زي المشروب اللي بتشربه علشان تروي عطشك دلوقتي، أو كوباية القهوة علشان تصحصحك. بس هل ممكن تعيش على المشروب ده بقية عمرك؟ هل ينفع تستغنى عن الأكل والشرب الأصلي؟ الإجابة لأ طبعا، ومحدش هيعارضني. برامج الترجمة دي مهما طورت عندها حدود. هي بتترجم حرفي، يعني بتنقل كلمات، لكن مش دايما بتفهم المعنى الحقيقي أو روح الكلام، أو حتى النبرة اللي اتقال بيها الكلام. وبعدين التعبيرات والمصطلحات، اللغة مليانة تعابير ومصطلحات خاصة بيها، يعني لو اترجمت حرفي بتطلع ملهاش أي معنى، وممكن تضحك الناس عليك أو حتى تتفهم غلط. سياق الكلمة الواحدة ممكن يكون ليها 100 معنى على حسب سياق الجملة. برامج الترجمة بتتلخبط في الحتة دي كتير قوي، وطبعا الناس اللي بتترجم على جوجل ومواقع كتيرة جدا عارفة الحتة دي. وطبعا ده غير الحوارات المعقدة، لو في أي نقاش أو اجتماع أو حتى مكالمة مهمة، هل هتفضل تستنى البرنامج يترجم كل كلمة راحة وجاية؟ أكيد لأ، محدش هيصبر. يبقى برامج الترجمة دي زي العدسة المكبرة اللي بتوريك تفاصيل صغيرة، لكن دراسة اللغة الإنجليزية دي زي المنظار اللي بيوريك الصورة الكاملة، اللي بتقدر تفهم العالم كله وتشوفه من بعيد. افهم العالم بجد، مش بس تسمع عنه. تخيل كده ان اكتر من نص المعلومات اللي موجودة على الانترنت حاليا هي باللغة الانجليزية. اكثر الابحاث العلمية واحدث الاكتشافات التكنولوجية، الروايات العالمية والكتب اللي قلبت الدنيا، الافلام والمسلسلات اللي بتتعمل دلوقتي وبتسمع، كل ده اساسه باللغة الانجليزية لو جيت تدور. لما بتدرس الانجليش انت بتفتح لنفسك باب كبير قوي على المعرفة، مش بتستنى حد يترجمها لك ولا بتعتمد على الترجمة. ممكن تكون غلط وانت بتوصل المعلومة، لكن لما توصلها من دماغك للمصدر الأصلي بتبقى أدق جدا. انت بتقدر تقرأ أبحاث علمية في مجال الطب أو الهندسة أو حتى الكمبيوتر. بتقدر تتصفح على المواقع العالمية وتستفيد من المحتوى اللي عليها بشكل مباشر. وبتقدر كمان تتفرج على الأفلام والمسلسلات الأجنبية، وبتفهم كل كلمة وكل تعبير، وتسمع العمل الفني بشكل كامل من غير ما تتعب في الترجمة وقراية الترجمة. بتسمع الأخبار العالمية وبتفهم التحليلات اللي بتتقال من غير وسيط، وده بيخلي عندك رؤية أوسع وشاملة لكل جوانب الموضوع. باختصار، دراسة اللغة الإنجليزية بتخليك مواطن عالمي، مش مجرد ساكن في بلدك بس. لأ، ده انت جزء من الكوكب، بتفهم ايه اللي بيحصل وبتشارك في الحوار العالمي. دماغك هتتطور وشخصيتك هتتغير. قوة التواصل اللي بتفتح لك أبواب كتيرة جدا ومجالات للشغل أكتر. دراسة أي لغة أجنبية وخصوصا الإنجليزية اللي منتشرة في العالم كله مش بس بتحفظك كلمات وقواعد، دي بتعمل حاجة أهم بكتير في دماغك، بتخلي تفكيرك مرن أكتر، وبتتعود على طريقة تفكير مختلفة. وده بيخليك تقدر تشوف المشاكل من زاوية تانية وتلاقي كمان حلول مبتكرة. مهارتك في حل المشاكل بتزيد لما بتواجه صعوبة في فهم جملة أو التعبير بلغة تانية. دماغك بيشتغل عشان يلاقي طريقة للوصول للمعنى، وده بيقوي عندك مهارة حل المشاكل. وكمان ثقتك بنفسك بتزيد لما بتعرف تتواصل مع الناس من ثقافات مختلفة بلغتهم. قدرتك على التعبير بتتحسن حتى بلغتك الأم. لما بتتعلم لغة تانية بتفهم أكتر إزاي اللغات بتشتغل، وده بيخليك حتى تعبر عن نفسك بلغتك الأصلية وبشكل أقوى وأوضح. يعني الإنجليزي ده مش مجرد مادة، ده تمرين لعقلك بيخليه أقوى وأكتر قدرة على الإبداع والتفكير، وكمان فرص عالمية ومستقبل منور، وهو مفتاح النجاح المهني والشخصي. أغلبنا عارف إن الإنجليش مهم للشغل، بس أهميته أكبر بكتير، مش مجرد شغلانة.
باب للتعليم العالمي لو عايز تكمل دراستك برا مصر، أو حتى في جامعات كويسة في مصر بتعتمد على التعليم باللغة الإنجليزية زي كلية الطب اللي أغلبها باللغة الإنجليزية. إتقانك للغة الإنجليزية هو شرط أساسي، وهتلاقي فرص عمل لا حصر لها سواء في الشركات العالمية في بلدك، أو لو نفسك تشتغل بره، أو حتى لو بتشتغل فريلانسر أونلاين. أغلب الشركات دلوقتي بتطلب موظفين عندهم إتقان للغة الإنجليزية علشان يقدروا يتعاملوا مع العملاء والزملاء في كل مكان في العالم. أو ممكن تترقى في وظيفتك حتى لو وظيفتك مش بتعتمد على الإنجليش بشكل مباشر. إتقانك للغة بيخليك مميز وبيفتح لك أبواب إنك تترقى لمناصب أعلى. محتاجة تواصل دولي، وبتبني كمان شبكة علاقات دولية بتقدر تتعرف على ناس من كل حتة في العالم، وتبني صداقات وتشارك في نقاشات عالمية. وده بيخلي حياتك أجمل بكتير، وبيفتح لك فرص مش بس في الشغل، دي ممكن تكون فرص سفر أو تعاون في مشاريع. يعني الإنجليش ده مش بس باب للرزق، دي بوابة لمستقبل مشرق ومليان فرص، سواء على المستوى المهني أو الشخصي. بيخليك مواكب للعصر ومستعد لأي محاولات في سوق العمل. ختام الحكاية يا صديقي، دي مش مجرد لغة، دي طريقة حياة. في الآخر كده خلينا نبص لدراسة الإنجليش مش على إنها كابوس في المدرسة أو مادة بنحفظها وبنحفظ كلماتها وقواعدها علشان الامتحان. لأ، دي استثمار فيك أنت، دي استثمار في مستقبلك في كل لحظة هتعيشها. برامج الترجمة زي ما قلنا أداة مساعدة حلوة، لكن إتقانك للغة نفسها ده بيخليك مالك للأداة ومش مجرد مستخدم ليها. وده بيخليك تفكر بعمق، تتواصل بفعالية، وتستكشف العالم بنفسك من غير وسيط للغة. اللغة دي أداة تفكير، كل ما لغتك كانت قوية ومتمكنة كل ما كان تفكيرك أعمق وأشمل وأكتر نضجا. اللغة الإنجليش هي اللي هتخليك تقرأ المستقبل وتفهمه صح، وتشوف إيه اللي بيحصل في العالم بوعي، وتفتح دماغك وتخطط لحياتك صح. فكر في الأمر، لو أنت بتعرف تتكلم كلمتين إنجليش فدي خطوة حلوة قوي، بس لو درسته بجد ساعتها أنت بتفتح الباب السحري وبتمتلك كمان المفتاح السحري والبوصلة اللي هتوصلك لأي حتة عايزها في العالم. والفرصة دي مش مجرد دراسة لغة، دي طريقة حياة بتخليك أقوى وأذكى وأكتر نجاح. إيه رأيكم؟ هل كلامي غير فكرتك عن اللغة الإنجليزية؟ ياريت تشاركونا في الكومنتات، وأتمنى كلامي يكون عجبكم. وما تنسوش اللايك والسبسكرايب علشان خاطر نعمل فيديوهات للمواد الباقية وانت اللي بتدرسها، ونفتح عينك على حقائق انت ما كنتش شايفها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.